محمد حسان متضايق قوي اللي هو مرفوع عليه قضية بازدراء الدين الإسلامي، وعمال يعيط ويقول يا جماعة أنا بقالي 40 سنة بدعو إلى الله وهي دي آخرتي. ويوم ما التهم يعني يتهموني في النبي عليه السلام وفي النيل من الدين ومش عارف ايه، ودي آخرتها، وطالع يولول. يا عم محمد، يا عم محمد، يعني انت ما حرقكش الناس اللي ماتت؟ ما حرقكش الوضع الاسود اللي احنا عايشين فيه؟ هو انت يعني مفيش حاجة يعني بتحرك احاسيسك ومشاعرك دي الا حاجة يعني تبقى خاصة بيك انت؟ وصدر ضاق لما منعت من الدعوة. يعني هي مشكلتك كلها ان يبقى انت قاعد بتدعي وحواليك حبة ناس بقى وهالة كده حواليك وتسقيف وبتاع، ولا ايه؟ انت مالك؟ انت مالك؟ ايه اللي مضايقك؟ ولا ايه اللي حرقك؟ ولا ايه اللي مزعلك؟ وبعدين يعني يعني انت بتجني اعمالك السودة، مش انت فرحان ومطبل اللي بيحصل وعادي وتصهين هنا وتعمل من بنها من هنا وتطلع بس تتكلم في السفاه، يعني حاجات الهايفه تطلع تتكلم فيها وتصدع دماغنا وتعمل لنا بروباجندا على مواضيع تافهه ومواضيع هايفه ومواضيع ثانويه ومواضيع مش مهمه. يعني انا مش فاهم انت ايه اللي مضايقك؟ طب ما ده طبيعي، ده انت مش بعيد تتاخد وتتسجن وتتجرجر وتتضرب نتيجه اللي انت بتعمله. يعني هو انت من اعمالكم سلطت عليكم؟ انت يعني مش فاهم؟ يعني قاعد عمال تقول اتهموني وازدراء اديان ومش ازدراء اديان ومش ازدراء اديان. هو انت تفضل ساكت ويوم ما تطلع تتكلم تقول لك ده اتهموني؟ يا عم دول بيقتلوا الناس في الشارع يا عم، يا عم ده في كذا واحدة تم اغتصابها في بيتها يا عم. يا عم فوق يا عم، ده انت صدعت دماغ اللي خلفونا. وقال الله وقال الرسول وقال الله وقال الرسول وقال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام، وانت ابعد الناس عن قال الله وابعد الناس عن قال الرسول. ايه؟ انت وجعش دماغنا، عملك الاسود بتشوفه بس كده. ما تقعدش تقول بعد 40 سنة مش عارف ايه وتتنطط علينا وعملنا ومش عملنا. اقعد ساكت بقى يا عم، اقعد ساكت. يعني احنا مش عايزين نفتح علب اصلا من الاول، احنا اصلا حبة ناس مغفلة اللي احنا بنسمح لاشكال حضرتك اللي هي بتطلع تتصدر. ها؟ احنا هي الغلطة غلطتنا احنا اصلا، الغلطة غلطتنا احنا اصلا. فما تقعدش بقى تزعل وتقول ده اتهموني وانا اتمنعت ومين قرصني ومين خد الاستيكه بتاعتي ومين مش عارف زق مين عليا ومين مش عارف ايه عليا. اقعد ساكت، اقعد ساكت. انت ما ينفعش تتكلم دلوقتي انت تتكلم يوم 25 يا معلم، 25 ابريل الجاي لما الناس تنزل ولا حاجه، ولو الدنيا اتشعوذت تطلع كده بقى مع سيد علي تدينا كلمتين حلوين من بتوع الاستقرار ومن بتوع حفظ الدماء ومن بتوع الفتن. لما المجلس العسكري يكلمك تطلع تتكلم كده، ما ينفعش تتكلم كده من غير اوردر ولا حاجه. وبعدين يعني القضيه اللي اترفعت عليك دي مش عارف تسلكها؟ ها؟ انا اعرف انك واصل برضه مش عارف تسلكها يعني؟ ها؟ ولا هم بيلوا الدراع يعني ما انت عارف بقى السياسه بتاعتهم ورايح جاي والكلام بتاعك ده كله ما انت فاهم. فما تقعدش بقى تصدعنا وازدراء اديان ومش ازدراء اديان. وبص اللي لطتنا هيلطك بس. خلاص اقطم بقى، اقطم بقى يا عم محمد، اقطم.